اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بالف خير. كان القرد نفع نفسه، ده مثل معروف عندنا هنا في الصعيد، ومن وجهة نظري ده انسب وصف للكلام اللي قاله مذيع قناة نادي الزمالك عن النادي الاهلي وسخريته من النادي الاهلي ونصيحته اللي بيوجهها لإدارة النادي الاهلي. اقولها لك تاني، كان القرد نفع نفسه. وتصريح كارثي وفضيحة ولازم يحاسب عليه. من مين؟ من رئيس اتحاد الكرة السابق الزملكاوي، ووصفه للأهلوية. أنا مش عارف والله، هي وصلت للدرجة دي والهبل وصل للدرجة دي؟ مش عارف والله. وترب بيصدم إدارة النادي الأهلي بهذا التصريح. قول زي ما أنت عاوز تقول، ولكن مهما هيتكلف إدارة النادي الأهلي ده مش هيحصل. قبل ما ندخل على التفاصيل، أتمنى من حضراتكم لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وخلينا عند المثل اللي قلته لك، كان القرد نفع نفسه. ده أنسب وصف للي قاله عبقري زمانه جاليليو مذيع قناة نادي الزمالك، اللي أنا مش عارف والله المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ساكت عنه إزاي. بعد فضايح في حلقاته وفي برنامجه اللي بيقدمه على قناة نادي الزمالك، كل اللي عمله المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفت نظر، ونقابة الإعلاميين لفت نظر. ليه؟ لأنه اللي ماسك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز زملكاوي، وساعد ده بتاع نقابة الإعلاميين برضه زملكاوي. طيب، المذيع ده جاليليو سخر من إن إدارة النادي الأهلي أو من النادي الأهلي، وقلل من قيمة النادي الأهلي بسبب إنه الأهلي هيشارك في الكونفدرالية الموسم القادم. فهذا اللي قال لك إنه مبروك عليك يا غريمي المشاركة في الكونفدرالية، ده تقليل طبعا من الكونفدرالية. وعاوز أوجه لك نصيحة عشان تعرف تكسب الكونفدرالية إزاي يا عيني. عشان كده انا قلت لك انه انسب وصف لكلامه ده كان القرد نفع نفسه. طيب، اولا انت يعني بتسخر كده من النادي الاهلي عشان هيشارك في الكونفدراليه. الكونفدراليه دي اللي كانت من يومين بالنسبه لكم هي بطوله افريقيا، اللي احنا طول عمرنا نعرف ان بطوله افريقيا دوري ابطال، لكن انتوا متخيلين او يعني واهمين نفسكم انه بطوله افريقيا هي الكونفدراليه، وانه النادي الزمالك لما هيحقق الكونفدراليه هيبقى سيد اسياد القاره كلها. دلوقتي الكونفدراليه تقليل من النادي الاهلي عشان الكونفدراليه دي شيء يعني حاجه مش لطيفه كده، مش مقام الانديه المصريه اللي تلعب في الكونفدراليه. في حين ان هم كانوا عاملين سرادق عزاء والله، يعني كانوا عاملين عزاء في نادي الزمالك بعد خساره الكونفدراليه. طيب، لما انت هتوجه لي انت كجليليو او انت كنادي الزمالك عامه، توجه لي انا النادي الاهلي نصيحه عشان اعرف اكسب الكونفدراليه، ليه ما كسبتهاش انت؟ ما انت لسه واخد على وشك من اتحاد العاصمه الجزائري على ارضك ووسط جمهورك، واتغلبت وخسرت لقب الكونفدراليه. لما عارف وفاهم القصه بتحصل ازاي وازاي بتتكسب تكسب بطوله الكونفدراليه، ما كنت كسبتها انت؟ يعني انت كنت كسبتها. ده اللي اكتر من كده كمان، ده بيعاير النادي الاهلي بيقول له انت اخر بطوله كونفدراليه شاركت فيها كان في عام 2014. تخيل الهبل وصل بيهم لغايه فين. يعني انا يعني اخر بطوله شاركت فيها كانت 2014، لان انا دايما لاول لتاني دوري، انا دايما مشارك في دوري ابطال افريقيا، والمره الوحيده اللي شاركت فيها في الكونفدراليه كسبتها في 2014 مع جريدو. القصه مش قصه تصريح ولا قصه اي شيء، القصه الكلب مكيالين. اسامه حسني قبل كده قال كلام عادي جدا اتوقف شهر. جاليليو بيعمل فتنه في برنامجه ويسخر من النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي وبيلجح بالكلام على النادي الاهلي، وما شايفينش اي ردة فعل لا من نقابة الاعلاميين اللي بيقودها زملكاوي طارق سعده ده، ولا من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برضو اللي بيقوده زملكاوي اللي هو خالد عبد العزيز. اتمنى انه يكون في عدل ويكون المقياس واحد ما بين كل الاعلاميين بغض النظر عن انتماءاته. طيب، شفت فيديو
اول ما شفت الفيديو ده انا قلت هي وصلت للدرجه دي، والله بجد يعني هي وصلت للدرجه دي. اهلاوي وزملكاوي والكلام في الكوره توصل للدرجه دي، توصل لدرجه انه الزملكاويه الكلام كله عن النادي الاهلي بيقولوه بهبل، بيطلعوا يتكلموا عن النادي الاهلي لا حافظين ولا فاهمين ولا عارفين هم بيقولوا ايه اصلا. تصريح كارثي وفضيحه من رئيس اتحاد الكره السابق عمرو الجنايني. وانا في وصفي لعمرو الجنايني قلت ان هو رئيس اتحاد الكره السابق عشان اوريك العقليه اللي كانت موجوده كرئيس اتحاد كره كانت عامله ازاي. يعني كرئيس اتحاد كره مسؤول عن كل الانديه، المفروض يطبق العدل على كل الانديه. شوف عقليته كانت عامله ازاي، شوف عقليته وتفكيره عامله ازاي. والله فيديو كارثي وفيديو لازم يحاسب عليه من كل الجهات. عمرو الجنايني بعد فوز الزمالك المشبوه ببطوله الدوري، بعد الفوز على سيراميكا والبركه فيه بالحج لاعب سيراميكا، طلع قال الزمالك كسب الدوري ولو كره الكافرون، او ربنا اراد انه الزمالك يكسب الدوري رغم انف الكارهون الكافرون. ايه ده؟ يعني ايه الزمالك كسب الدوري رغم انف الكافرون؟ ايه ده؟ هي يعني ده مين؟ انا سيبك ما هقول لك الوصل اللي هو ممكن توصل معاكم لاكتر من كده عادي ماشي، لكن انا عاوز يرد بجراءه ويقول لي والله مين هم الكافرون اللي بيقصدوا. يقول لك الزمالك كسب بطوله الدوري رغم انف الكافرون. يا ريت قال الكاذبون ولا الكارهون، لا الكافرون. ايه ده؟ ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ طب مين الكافرون دول؟ مين الكافرون؟ وصلت لان انت تكفر الناس عشان خاطر الكوره؟ طب ما هو معروف انه ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي ما كانش حابب انه الزمالك يكسب بطوله الدوري، دي حاجه معروفه، والزملكاويه ما يحبوش ان النادي الاهلي يكسب بطوله الدوري. رح توصف الناس اللي ما كانتش حابه ان الزمالك يكسب بطوله الدوري بالكافرون؟ وصلت للدرجه دي. ومدير بنك وشخصيه عامه وكان رئيس اتحاد كوره يوصف الجمهور بالكافرون عشان الزمالك كسب بطولة الدوري. أنا مش هتكلم كتير، في قانون في الدولة دي وفي ضوابط في الإعلام وفي ضوابط في السوشيال ميديا كلها. أتمنى إنه الشخص ده يحاسب على الكلام اللي هو اللي قاله ده. أختم مع حضراتكم ترب قبل مباراة المصري كان في أخبار كتير بتأكد إنه خلاص الموضوع منتهي، وإنه هياخد الشرط الجزائي الثلاث شهور وعليهم شهر 5 و6، يعني 5 شهور وهيخلص، والكل أكد الموضوع ده. امبارح بعد مباراة المصري ترب صدم الجميع مش بس إدارة النادي الأهلي، لما قال لك إن أنا مكمل عقد مع النادي الأهلي وبعت خطة الموسم القادم لمجلس إدارة النادي الأهلي. بعد التصريح ده وحالة من الارتباك وحالة من الغضب الكبير عند جمهور النادي الأهلي بسبب التصريح ده. عايز أقول لك إنه إدارة النادي الأهلي وبالتحديد ياسين منصور والسيد عبد الحفيظ لو الكلام ده فعلا حقيقي وغير كلامه ترب بعد اتفاقه وكلامه اللي في وكيلين ليه، ده غير الشركه اللي بتديره، يعني كان متفق معاهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وكل شيء. الحل قدام النادي الاهلي حلين اتنين، يا اما هيتفاوضوا تاني وممكن ال5 شهور يبقوا 6 شهور، يا اما هينتظروا ل 30/6 30/6 مش 30/5 30/6 وبعديها يدفعوا الشرط الجزائي لانه عقده بينتهي رسميا 30/6.